my time. Pull you in closer, we continue slower. You'll still be mine. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف وأكرم المرسلين. حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، النهاردة بإذن الله تعالى مع حل محافظة القاهرة في الجبر والإحصاء من كراسة المعاصر 2023. هنبدأ أول حاجة بالأخطر. بيقول لي درجة الحد بتجمع الأسس 4 و1 دي 5. الوسيط هو الترتيب، هترتب الأعداد هتبقى 2 و3 و4 و5 و6 وتاخد العدد اللي في النص اللي هو 4. يا مستر لو لقيتهم 2 هعمل ايه؟ بتجمعهم على 2. يعني لو كانت مثلا 3 و4 وكمان 7، فهنا في 2 وفي حاجتين، باقي حاجتين يا مستر في النص، بعمل ايه؟ بتجمع دول 4 زائد 5 على الاتنين، 9 على الاتنين 4.5. عادي تكون فيها كسور مفيش مشكلة، نادرا ما تكون فيها كسور، بس لو جت اختارها. اللي بعده إذا كان المنوال اللي هو التكرار، الحاجة المتكررة كتير هي 6، يعني س زائد 2 لازم تكون ب6، يعني السين بس لازم تكون ب4. اللي بعده دول قوسين شبه بعض بالظبط، هناخدهم السنة الجاية عددان مترافقان. بعملها ازاي؟ ان الاول تربيع ناقص التاني تربيع، 3 تربيع ب9. باقي طرح 3 س من 7 س، معناها التاني ناقص الأول، 7 س ناقص 3 س تطلع 4 س. السؤال السادس والأخير في الأخطر بيقول لي إذا كانت 3 على س ناقص 2 عددا نسبيا، يبقى الس ما ينفعش أبدا تكون ب2، تنفع أي عدد تاني. السؤال الثاني أكمل. العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربي هو الصفر، ملوش معكوس ضربي عشان 0 على 0 ليس له معنى. الوسط الحسابي، أنا عارف الوسط الحسابي مجموع القيم على عددها، هتجمع دول يطلعوا ب25 وعددهم 5، 25 على 5 فيها 5. 5 على 7 أضربها في كم عشان تديني 1؟ أكيد بتضرب في المعكوس الضربي ليه 1. اقرأ المسألة تاني. المعكوس الجمعي للعدد 1 هو -1. اضرب، فهضرب الحدود دي في بعض. 2 في 5 ب10، س أس 3 في س تطلع بس أس 4، ص أس 2 في ص تطلع بص أس 3. نشوف مع بعض. لا خلاص بضرب نفسي خلاص والنبي اليوم اللي شفتك فيه بضرب نفسي خلاص. طب لا عارف تتكلم ولا عارف تقول حاجه ولا عاوز. الأسئلة هنا كلها يا شباب بتحل في خطوة مش أكتر. يعني السؤال التالت ألف بيقول لي باستخدام خاصية التوزيع اوجد ناتج 4 على 7 في 12 ناقص 4 على 7 في 5. الحاجة اللي متكررة أنا ما بحبش أعيد الكلام كتير، فهاخدها مرة بس. 4 على 7 12 ناقص 5 تبقى 4 على 7 في 7. طبعا السبعتين دول هيروحوا مع بعض مشوار وتبقى معاك بس ال4. خلص المسألة. السؤال التالت بقى حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى. 12 وال8 إيه أعلى حاجة هما الاتنين بيقبلوا عليها؟ طبعا هما الاتنين بيقبلوا على 6. طب معاك ألف أس 2 وألف أس 3، تاخد دايما الأقل أس، باخد ألف أس 2. معاك الباء والباء، خد الباء وارجع اقسم كل حد من دول على الحاجة اللي انت اخترتها. 12 على 6 فيها الاتنين، ألف تربيع باء على ألف تربيع باء خلاص، زائد 18 على 6 فيها 3، ألف تكعيب على ألف تربيع فيها الألف. خلص. السؤال التالت جيم. اوجد 3 أعداد تقع بين النص والتلات. المقامات المرة دي متوحدة جاهزة، فأنت أصلا مش هتضطر إنك تضرب، إنك توحد المقامات، بس على طول هتضرب في 10 على 10 تبقى 10 على 20 بتساوي 30 على 20. فالأعداد هي 11 على 20، ممكن آخد 20 على 20 و23 على 20. اشمعنى يا مستر 20 على 20؟ عشان ساعات بيقولك على أن يكون بينهم عدد صحيح، فهتلاقي الأعداد بتاعتك 11 على 20 و1 و23 على 20، في عدد صحيح في النص. يا مستر أنا المستر بتاعي بيقول لي لما يقول لك هات 3 أعداد اضرب في 4،
يا حبيبي الحل ده صح ونفس النتيجة تقريبا. هتضرب كله في 4، نص في 4 تبقى 4 على 8، والناحية التانية 12 على 8، وتطلع الأعداد بتاعتها 5 على 8 و8 على 8 و10 على 8. هي 5 على 8 والواحد و10 على 8. نفس الحل، ده صح وده صح، بس أنا بستسهل إنك بتضرب في 10 على 10 عشان لو أنا ضعيف في جدول الضرب أو الأرقام اللي معايا شكلها غريب حبتين ما تهش وأنا بضربها، فبختصر 10 على 10. خلي بالك نفس الأرقام بالظبط، أنا بس ضفت أصفار من قدام، فسهل عليا شوية أنا وبحل فيه، وكل الطرق صح. شوف مع بعض السؤال الرابع. في السؤال الرابع بيقول لي اجمع 5 س زائد 2 ص ناقص 1 و2 س ناقص 5 ص زائد 3. علشان تجمع والجمع يجي معاك صح لازم تكتبهم تحت بعض وبالترتيب. ناقص 1، 2 س ناقص 5 ص زائد 3. في الجمع ما بتغيرش إشارات، 5 س و2 س 7 س. 2 ص ناقص 5 ص ناس كده بتتلخبط فيها، ما تتلخبطش. لما يكون الإشارات مختلفين خد الكبير واطرح، إشارة الأكبر هنا سالبة واطرح. 5 ص ناقص 2 ص 3 ص. نفس الفكرة، إشارات مختلفة خد إشارة شجع الشباب، شجع الشباب. كبير اللي هي الموجبة واطرح. 3 ناقص 1 2. خلص المسألة. السؤال الرابع بقى وبقول لي ما زيادة 7 س ناقص 5 ص زائد 3 عن 4 س زائد 2 ص ناقص 3. هعمل ايه يا مستر المرة دي؟ ما زيادة الأول ناقص التاني، 7 س ناقص 5 ص زائد 3، واكتب تحتها بالظبط بنفس الترتيب 4 س زائد 2 ص ناقص 3. بس المرة دي بيقول لي ما زيادة، فمعناها إن هم فرق. الموجب هتخليه سالب والسالب هيتحول موجب، وتشتغل على الإشارة الجديدة اللي مكتوبة بالأحمر. 7 ناقص 4 3 س، سالب 5 ص سالب 2 ص سالب 7 ص، موجب 3 موجب 3 موجب 6. خلصت المسألة. مسائل يا شباب واضحة وبسيطة ومباشرة. بيقول لي اوجد خارج قسمة 18 س أس 3 زائد 12 س تربيع ناقص 24 س على 6 س. دي على طول الحل بتاعها هو مديها لك جاهزة، تكتبها بس على خطوتين. 18 س تكعيب زائد 12 س تربيع ناقص 24 س على 6 س. هتفكها كل حاجة لوحدها. يعني يا مستر هخليها على 3 حتت، أيوة بالظبط كده، وكل حتة فيهم مقسومة على 6 س. 18 س تكعيب 12 س تربيع 24 س. ركز إن الإشارات دي هي بالظبط اللي بتنزل عشان ما تلخبطهاش. 18 على 6 فيها 3، س تكعيب على س فيها س تربيع، 12 على 6 فيها 2، س تربيع على س فيها س ناقص 24 على 6 فيها 4 وس راحت مع السين. كده انتهى السؤال الرابع. تعالوا مع بعض نشوف السؤال الخامس بيقول ايه. ويا جماله على السؤال الرابع لما يقول لي اختصر لأبسط صورة 2 س ناقص 3 و2 س زائد 3 زائد 9، وثم اوجد القيمة العددية للناتج لو كانت الس بسالب 5. يا مستر انا عارف ان 2 س ناقص 3 و2 س زائد 3 زائد 9 دول شبه بعض بالظبط، فانا عشان احلها يبقى الاول تربيع ناقص التاني تربيع والحتة اللي هو اداها لي زيادة دي، وخلصت المسألة. بس هلاقي سالب 9 وموجب 9 مش واضح، بقى معايا 4 س تربيع. طب يا ترى لو حطيت الس بسالب 5؟ أيوة ركز في إن الس بسالب 5 تربيع. تكتبها على الآلة صح، تكتبها على دماغك صح، إن 4 في 25 ب100. ركز في حاجة بسيطة، أنا عارفين من أيام 6 ابتدائي إن أي عدد موجب بياكل السالب، فلو كتبت للآلة سالب 5 بين قوسين تربيع هتقولك ب25، أما لو كتبتها للآلة سالب 5 تربيع هتقولك بسالب 25. إيه الآلة اللي مش فاهمة دي؟ لأ
ركز في الكتابة الصحيحة. انت كده بتقول للآلة مالكيش دعوة بالسالب وربعي لي ال5 فربعتها لك ب25. أما هنا أنت بتقول للآلة إن التربيع ده لل5 وللسالب، فهي هتعرف إن كده هتطير السالب. ركز في الكتابة الصحيحة. آخر سؤال خالص وده أتفه مما يكون: الجدول التالي يوضح درجات فصل في اختبار الرياضة من 10 درجات للدرجة 5 6 لحد 10 وعدد التلاميذ. عايز اوجد المنوال للدرجات. ايه اكتر درجة اتكررت زيادة؟ طبعا اكيد اكتر درجة اتكررت زيادة هي اللي اتقالت لاكتر عدد من التلاميذ، فهشوف اكتر عدد من التلاميذ هنا يا ترى اللي هو ايوه برافو عليكم اللي هو 10. يبقى المنوال هي الحية اللي معاه اللي هي 7. المنوال للدرجات هي 7. خلص الامتحان، أتمنى لكم التوفيق. ما ننساش يا شباب زي كل فيديو بنقول فيه وفي آخره ولازم تعب بابا وماما عليك، ما تضيعوش هدر. دلوقتي خلاص بقينا في الوقت الضايع مش بدل ضايع، فركز جدا جدا فيه. ركز في مستقبلك في وقت الحصاد. أتمنى التوفيق للجميع. أي حاجة تقف معاك ما تبخلش، اسأل أي مستر، اسأل أي يوتيوبر، اسأل أي قناة، أي حد أكبر منك، محدش هيبخل عليك بالمعلومة. بس ياريت أنت ما تبخلش على نفسك وابدأ دور. والسلام عليكم.